في سنة 1971 ولما كانت الحرب الأمريكية على فيتنام داخلة على عامها السادس، اثنين من أعضاء الكونغرس الأمريكي زاروا الجنود الأمريكان الموجودين بفيتنام، واكتشفوا أن 15% من الجنود أصبحوا مدمنين على مخدر الهيروين، ولاحظوا أن 35% من الجنود على الأقل جربوا تعاطي مخدر الهيروين. وبعد الزيارة دي الولايات المتحدة أنشأت مكتب لمكافحة تعاطي المخدرات وتعزيز الإقلاع عن المخدرات وتتبع الجنود اللي رجعوا من الحرب في فيتنام، وده كان في عهد الرئيس الأمريكي نيكسون. وكان من ضمن الباحثين في المكتب ده باحث اسمه لي روبنز، واللي قدر انه يتوصل الى ان الجنود لما رجعوا من الحرب في فيتنام 5% منهم بس رجعوا للإدمان خلال سنة، و12% منهم رجع للإدمان بعد 3 سنين. وده معناه ان كل 10 جنود مدمنين على الهيروين 9 منهم اقلع عنه بمجرد رجوعه لامريكا، مع ان النتيجه دي كانت بتتعارض مع اللي كان معروف وقتها بان ادمان الهيروين دايم ولا يمكن التعافي منه. والنتيجه اللي توصل ليها لروبنز هي ان الادمان ممكن التخلص منه بشكل تلقائي ونهائي لو حصل تغيير جذري في البيئه المحيطه، لان الجنود في فيتنام كانوا بيقضوا معظم وقتهم وهم بيتعرضوا لاشارات بتحفزهم على تعاطي مخدر الهيروين، زي انه كان سهل عليهم انهم يحصلوا عليه، وانهم كانوا محاطين بضغوطات الحرب، وكانوا بيكونوا صداقات مع جنود تانيين مدمنين على مخدر الهيروين، وكان بينهم وبين وطنهم آلاف الأميال. ولكن بمجرد رجوعهم لوطنهم الجندي الأمريكي كان بيلاقي نفسه في بيئة خالية من المحفزات على تعاطي الهيروين، وبيلاقي إن سياق يومه اتغير، وبالتالي تتغير عادة تعاطيه لمخدر الهيروين، لأنه ما فيش إشارات بتحفزه على تعاطي مخدر الهيروين، ولا سهل عليه إنه يحصل عليه، ولا محاط بضغوطات الحرب أو بجنود مدمنين على المخدر، ولا كان بينه وبين وطنه آلاف الأميال، لأنه حاليا في وطنه الأم ورجع من الحرب